أهم أسئلة الموضوع الثاني: الفلسفة، نشأتها وتعريفها وأهميتها. السؤال الأول: يرى الفيلسوف بارمينيدس أن العالم كمثل كرة تامة الاستدارة، فالأرض كروية وتقع في مركز الكون. يعبر ذلك عن نشأة الفلسفة في اليونان، الشرق القديم، العصر الراهن، العصر الحديث. احنا درسنا نشأة الفلسفة وقلنا انها ظهرت على 3 مراحل. في الشرق القديم هتتكلم عن ايه؟ الفكر الاخلاقي والحكمة الدينية. طب في العصر الراهن هتتكلم عن القضايا والمشكلات الحياتية. طب في اليونان هتتكلم عن الكون، كيف وجد ومن الذي اوجده. هنا الفيلسوف بيعمل ايه؟ بيرى العالم كمثل كرة تامة الاستدارة، فالارض كروية. تبقى الإجابة إيه؟ يعبر ذلك عن نشأة الفلسفة في اليونان. التفكير الفلسفي ينمي الوعي الجمعي للمجتمع، فهو يساعد على منع وقوع الأفراد فريسة للأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى العديد من المشكلات مثل الاغتراب وعدم الانتماء والتبعية وتحول القيم. يعكس ما سبق أهمية الفلسفة للمجتمع في غرس قيم جديدة، المحافظة على المجتمع، تنسيق جوانب المجتمع، التعبير عن حضارة الشعب. هنا التفكير الفلسفي بيحمي المجتمع من الأمراض الاجتماعية اللي هي إيه؟ الاغتراب وعدم الانتماء والتبعية وتحول القيم. تبقى الفلسفة عايزة تتمسك بالقيم اللي هي هتحافظ على تراثه، اللي هي ايه؟ المحافظة على المجتمع. انا درست في المحافظة على المجتمع تقوم الفلسفة بالتمسك بالقيم التي تحافظ على تراثه. تبقى الإجابة المحافظة على المجتمع. يقول جان جاك روسو: الفلسفة الحديثة لا تقر إلا بما تستطيع فهمه. تجسد هذه المقولة إحدى وظائف التفكير الفلسفي، وهي استشراف المستقبل، تغيير الواقع، تفسير الواقع، وصف الواقع. هنا بيقول لك إيه؟ الفلسفة الحديثة لا تقر إلا بما تستطيع فهمه. يعني أنت مش هتعرف الفلسفة الحديثة إلا ما تفهمها، اللي هو إيه؟ تعريف تفسير الواقع. احنا خدنا تفسير الواقع ايه؟ الفيلسوف مهمته ليست مجرد وصف الواقع، بل محاولة تفسيره تفسيرا شاملا. علشان يفهم الفلسفة الحديثة لازما يفسر الواقع، اللي هي تاني: الفلسفة ليست مجرد وصف الواقع، بل محاولة تفسيره تفسيرا شاملا. أصدرت منظمة الصحة العالمية تقرير بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرجع إلى ارتفاع المواد الخام بشكل كبير، يدلل ما سبق على إحدى وظائف التفكير الفلسفي، وهي تغيير الواقع، تفسير الواقع، وصف الواقع، استشراف المستقبل. هنا بيقول لك إيه؟ أصدرت منظمة الصحة العالمية تقرير بإيه؟ بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سببه إيه؟ يرجع إلى ارتفاع المواد الخام. يبقى هنا بيعمل إيه؟ بيفسر الواقع، اللي هي مهمة الفيلسوف ليست مجرد وصف الواقع، بل محاولة تفسيره تفسيرا شاملا. قال لك إن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية يرجع إلى إيه؟ إلى ارتفاع المواد الخام. يبقى كده بيعمل إيه؟ بيفسر الواقع. الفلسفة تتجاوز حدود الواقع وتتسامى إلى ما فوقها. تشير هذه العبارة إلى بداية نشأة الفلسفة عند الشرقيين القدماء، الفلاسفة المعاصرين، المصريين القدماء، اليونانيين القدماء. احنا عارفين ان بدأ ظهور الفلسفة والفكر الأخلاقي والحكمة الدينية في الشرق القديم، لكن هنا بيقول لك ايه؟ الفلسفة تتجاوز حدود الواقع. يبقى قصده فين؟ في اليونان. واحنا درسنا في اليونان عرف لأول مرة الفكر الفلسفي الحقيقي اللي بيتسم بايه؟ بالطابع العقلي النظري الخالص. اهتمت الفلسفة بأخلاقيات الحاسوب
وضوابطها وما تشمله من جرائم الحاسوب كانتهاك الخصوصية والسرية والملكية الفكرية. يعبر ذلك عن الفلسفة في اليونان القديم، الشرق القديم، العصور الوسطى، العصر الراهن. هنا بيقول لك ايه؟ ان الفلسفة اهتمت باخلاقيات الحاسوب. يبقى قصده على ايه؟ على العصر الراهن اللي بيهتم بالقضايا والمشكلات الحياتية اللي هي ايه؟ التكنولوجيا، تلوث البيئة، الامراض المستحدثة. يبقى الاجابة العصر الراهن. لا أعتقد أن هناك آية حقائق بل آراء متنوعة. تشير العبارة إلى تعريف الفلسفة من حيث أنها حب الحكمة، علم كلي، وجهة نظر، علم عام. هنا بيقول لك إيه؟ آراء متنوعة. يبقى إيه؟ وجهة نظر اللي هو الاتجاه الثاني في تعريف الفلسفة. وجهة نظر أو رؤية شاملة إزاء الحياة والإنسان والعالم. الفلسفة بحر ليس ككل البحار، نجد الهلاك في شطآنه ونجد الأمان في أعماقه. تدل هذه المقولة على أهمية التفكير الفلسفي من حيث أنها تعطي معنى للحياة، تتبنى قيم وأهداف معينة، تعمل على تشكيل عقل الفرد، تغرس مبادئ جديدة. هنا بيقول لك إيه؟ الفلسفة بحر ليس ككل البحار، نجد الأمان في أعماقه. يبقى يقصد إيه؟ التعمق في التفكير اللي هي إيه؟ تعطي معنى للحياة. إحنا خدنا في إعطاء الفرد معنى للحياة إيه؟ تساعد الفرد على التعمق في التفكير، الشك طلبا لليقين، الإيمان بدور العقل، العيش في انسجام مع النفس. هنا الفلسفة بتقول له الأمان في التعمق في التفكير. تبقى الإجابة تعطي معنى للحياة. إن ميزة الحقيقة هي أن المعرفة العامة تساعد على إشراقها أكثر فأكثر. تشير هذه العبارة إلى اتجاه الفلسفة الذاتي النسبي الكلي اللغوي. هنا بيقول لك إيه؟ المعرفة العامة. يقصد إيه؟ الاتجاه الأول في تعريف الفلسفة اللي هو العلم الكلي الذي يبحث في أصول وغايات الكون والطبيعة والإنسان، وغايته النهائية إيه؟ كشف الحقيقة لذاته. دائما ما يكون الفيلسوف مستغرق التفكير فيما يواجهه المجتمع من مشكلات حتى يصل إلى علته. يدل ذلك على إحدى وظائف التفكير الفلسفي، وهي تفسير الواقع، وصف الواقع، تغيير الواقع، استشراف المستقبل. هنا الفيلسوف مستغرق في التفكير فيما يواجهه المجتمع من مشكلات حتى يصل إلى علته. يبقى هنا الفيلسوف بيعمل إيه؟ بيفسر الواقع اللي هو تفسيره تفسيرا شاملا، ما بيعالجش، ما بيغيرش الواقع. هنا بيصل إلى علته اللي هو سبب المشكلة، ما بيغيرش الواقع أو يعالجه، اللي هو تفسير الواقع تفسيرا شاملا. تبقى الإجابة تفسير الواقع. تشجيع الفلسفة أن يرى الفرد المواقف والأحداث ويفسرها في ضوء ما اكتسبه من مفاهيم وما مر به من خبرات، ويتضح ذلك من خلال تباين الرؤى بين الأفراد. يعبر ما سبق عن أهمية التفكير الفلسفي للفرد في تكوين فلسفة خاصة، تشكيل عقله، توسيع مجالات تفكيره، التحرر من الأحكام السابقة. هنا الفلسفة بتشجع الفرد على إيه؟ إن هو يكون له رأي في المواقف والأحداث ويفسرها في ضوء ما اكتسبه من مفاهيم وما مر به من خبرات، اللي هي إيه؟ أن يكون للإنسان إيه؟ فلسفة خاصة اللي هي الاعتقاد باتجاهات خاصة في التفكير والسلوك. وقلنا المثال قيام صاحب إحدى الشركات بتوزيع أجزاء من أرباح المصنع على العمال لاقتناعه إيه؟ إن دوت هيحفزهم على الإنتاج. يبقى صاحب المصنع عنده إيه؟ عنده فلسفة خاصة. إن الفلاسفة أصحاب فكر مستنير، دائما ما يسعون لإصلاح حال مجتمعهم بهدف تحقيق السلام الداخلي والخارجي. يعبر ذلك عن إحدى وظائف التفكير الفلسفي، وهي وصف الواقع، تفسير الواقع، تغيير الواقع، استشراف المستقبل. هنا بيقول لك إيه؟ لإصلاح حال مجتمعي.
يبقى الإجابة تغيير الواقع، لأن عارف التعريف بيقول إيه؟ تقوم الفلسفة بتغيير الواقع إذا وجد الفيلسوف في عصر ما أمرا في الواقع الفكري والعلمي والاجتماعي يستدعي إيه؟ العلاج أو التغيير. يبقى الإجابة تغيير الواقع. قدم صحفي تقرير يهاجم فيه سلوكيات بعض القبائل التي لا زالت تأخذ بالصقر دون الرجوع إلى القانون، فإن ذلك يعبر عن أهمية الفلسفة من حيث نقد القيم والمبادئ الغير صالحة، غرس قيم جديدة، المحافظة على قيم المجتمع، التنسيق بين جوانب المجتمع. هنا الصحفي بيعمل إيه؟ بيهاجم سلوكيات بعض القبائل التي لا زالت تأخذ بالصقر، اللي هو إيه؟ نقد قيم ثبت عدم صلاحيتها للحياة الاجتماعية، اللي هي رفض الأفكار السلبية والهدامة. لكل منا مسلكه في الحياة ورؤيته في الكون والناس وتقدير الأمور. يعبر ما سبق عن معنى الفلسفة كعلم نسبي شامل عام جامع. هنا بيقول لك إيه؟ لكل منا مسلكه في الحياة ورؤيته في الكون والناس وتقدير الأمور. ده تعريف إيه؟ الاتجاه الثاني في تعريف الفلسفة، اللي هي وجهة نظر أو رؤية شاملة إزاء الحياة والإنسان والعالم. طب فين هنا الاتجاه الثاني في تعريف الفلسفة؟ نظري نسبي هو الاتجاه الثاني في تعريف الفلسفة. كان الفكر الفلسفي تأثيرا في وحدة الأديان المختلفة ووضع أساسيات عامة للحياة، يشير ذلك إلى نشأة الفلسفة في بلاد اليونان، الشرق القديم، الغرب الحديث، العصور الوسطى. هنا بيقول لك إيه؟ كان الفكر الفلسفي تأثيرا في وحدة الأديان. طب احنا درسنا في بلاد الشرق القديم بتتكلم عن إيه الفلسفة؟ عن الفكر الأخلاقي والحكمة الدينية. تبقى الإجابة الشرق القديم. إن أبناؤنا عندما يستوعبون أسباب عدم وصولهم للنصر يستطيعون تعديل المسار إليه. يشير ذلك لاثنين من وظائف التفكير الفلسفي، وهما وصف الواقع وتفسيره، تفسير الواقع وتغييره، تغيير الواقع ووصفه، تفسير الواقع واستشراف المستقبل. هنا بيقول لك إيه؟ إن أبناؤنا عندما يستوعبون أسباب عدم وصولهم للنصر، يبقى كده إيه؟ فسروا الواقع. يستطيعون تعديل المسار، يبقى يعملوا إيه؟ تغيير الواقع. تبقى الإجابة تفسير الواقع وتغييره. لقد ترك لنا الأسلاف من أجدادنا الكثير من القيم والأفكار التي يحق لنا أن نفخر بها لتبقى ذخرا للوطن. تشير العبارة إلى أهمية الفلسفة حيث تساعد في غرس قيم جديدة، نقد القيم الغير صالحة، التنسيق بين جوانب المجتمع، المحافظة على التراث. هنا بيقول لك إيه؟ لقد ترك لنا الأسلاف من أجدادنا الكثير من القيم والأفكار التي يحق لنا أن نفخر بها لتبقى ذخرا للوطن. يبقى هنا عايز إيه؟ المحافظة على التراث، اللي هي المحافظة على المجتمع. احنا قلنا تقوم الفلسفة بالتمسك بالقيم التي تحافظ على التراث. تبقى الإجابة المحافظة على التراث. يقول أحد الفلاسفة: تعديل بسيط من سلوكك يمكن أن يعيد تشكيل عالمك. تدعو هذه المقولة لإحدى وظائف التفكير الفلسفي، وهي وصف الواقع، تغيير الواقع، تفسير الواقع، استشراف المستقبل. هنا بيقول لك إيه؟ تعديل بسيط من سلوكك، يبقى إيه؟ تغيير الواقع. طب إيه التعريف؟ قلنا تقوم الفلسفة بتغيير الواقع إذا وجد الفيلسوف في عصر ما أمرا في الواقع الفكري، العلمي، الاجتماعي، السياسي يستدعي إيه؟ العلاج أو التغيير. تبقى الإجابة تغيير الواقع. يقول أحد المفكرين أن المجتمع لا يمكن أن يبقى على تماسكه وانسجامه إلا إذا دخل فيه عوامل حضارية جديدة. تشير المقولة إلى أهمية الفلسفة حيث تساهم في نقد قيم ثبت عدم صلاحيتها، التنسيق بين جوانب المجتمع، التمسك بقيم جديدة، التعبير عن حضارة شعب.
المجتمع هنا لا يمكن أن يبقى على تماسكه وانسجامه إلا إيه؟ إذا دخل فيه عوامل حضارية جديدة اللي هي إيه؟ التنسيق بين جوانب المجتمع اللي احنا قلنا عليها الربط بين القيم والاتجاهات القديمة والجديدة. تبقى الإجابة التنسيق بين جوانب المجتمع. لا تقاس فلسفة المجتمع بكمية ما يمتلكه من أشياء بل بمقدار ما فيه من أفكار تشير إلى حاضره. يعبر ذلك عن أهمية التفكير الفلسفي حيث أنه يعطي معنى للحياة، يعبر عن حضارة الشعب، ينسق بين جوانب المجتمع، يحافظ على المجتمع. هنا بيقول لك إيه؟ لا تقاس فلسفة المجتمع بكمية ما يمتلكه من أشياء، أمال إيه؟ بمقدار ما فيه من أفكار تشير إلى حاضره، اللي هي إيه؟ التعبير عن حضارة الشعب والعصر الذي ظهر فيه. احنا قلنا إن الفيلسوف بيعبر عن العصر اللي هو عايش فيه. طب ليه؟ لاستعادة التوازن بين جوانب الحياة الاجتماعية وإيجاد تكامل في السلوك الاجتماعي. يبقى الفيلسوف بيعبر عن العصر اللي هو عايش فيه. تبقى الإجابة يعبر عن حضارة الشعب. قال سقراط: السر في عمل التغير يمكن في أن تركز طاقتك ليس في محاربة القديم بل في بناء شيء جديد. يشير ما تحته خط إلى إحدى وظائف التفكير الفلسفي، وهي تحليل الواقع، وصف الواقع، استشراف المستقبل، تفسير الواقع. هنا بيقول لك إيه؟ بناء شيء جديد. يبقى إيه؟ استشراف المستقبل اللي احنا قلنا عليه إن الفيلسوف بيرى الزمن إن هو إيه؟ 3 لحظات، ماضي وحاضر ومستقبل. أهم حاجة عنده إيه؟ المستقبل. طب ليه؟ لكي يصبح المستقبل أكثر إشراقا وتقدما. تبقى الإجابة استشراف المستقبل. من اهتماماتها القضايا المعاشة والتي يعاني منها الإنسان كالموت الرحيم والاستنساخ وتأجيل الأرحام. يمثل ذلك اهتمامات الفلسفة في العصور اليونانية القديمة، الوسطى، الراهنة. احنا درسنا ان الفلسفة في العصر الراهن بتتكلم عن ايه؟ عن القضايا والمشكلات الحياتية زي ايه؟ زي التلوث، التكنولوجيا، الامراض المستحدثة اللي هي الموت الرحيم، الاستنساخ، تأجيل الأرحام. تبقى الإجابة يمثل ذلك اهتمامات الفلسفة في العصور الراهنة. يقول أحد الفلاسفة: يجب ألا يهمل الإنسان التعليم والتعلم، ويجب ألا يهمل الإنسان واجباته نحو الآباء والآلهة. تمثل المقولة السابقة الفكر الفلسفي في أثينا، سبارتا، فارس، اليونان. احنا درسنا في بلاد الشرق القديم الفلسفة بتتكلم عن ايه؟ عن الفكر الأخلاقي والحكمة الدينية. طب فين هنا بلاد الشرق القديم؟ احنا قلنا فارس والهند والصين ومصر وبابل وآشور. تبقى الإجابة فارس. مجموعة الأنشطة الفكرية والتي تسمى تفلسفا تعبر عن رؤية خاصة بكل فرد اتجاه ما يحيط به. يعبر ما سبق على أن الفلسفة علم نظري نسبي، عملي تجريبي، عام شامل، علمي متباين. هنا بيقول لك إيه؟ تعبر عن رؤية خاصة. يبقى إيه؟ الاتجاه الثاني في تعريف الفلسفة اللي هو وجهة نظر أو رؤية شاملة إزاي الحياة والإنسان والعالم. طب فين هنا الاتجاه الثاني في تعريف الفلسفة؟ نظري نسبي. يبقى الاتجاه الثاني في تعريف الفلسفة نظري نسبي. كانت الفلسفة قديما الأم التي تطوي جناحيها على سائر العلوم. تشير المقولة إلى معنى الفلسفة من حيث أنها علم نسبي كلي تجريبي عملي. هنا بيقول لك إيه؟ كانت الفلسفة قديما الأم التي تطوي جناحيها على سائر العلوم. طب أنت درست في الاتجاه الأول في تعريف الفلسفة العلم الكلي الذي يبحث في أصول وغايات الكون. بيهتم بإيه؟ بمعرفة العلل البعيدة والمبادئ الأولى. لذلك تعد الفلسفة إيه؟ علم العلوم. تبقى الإجابة علم كلي اللي هو الاتجاه الأول في تعريف الفلسفة. إن منهج الفلسفة التأملي العقلي
لا يمكنه أن يجعل الفيلسوف صاحب العقل المتوهج يقف مكتوف الأيدي إزاء مشكلات مجتمعه دون إصلاحها. تفسر العبارة إحدى وظائف التفكير الفلسفي، وهي وصف الواقع، تغيير الواقع، تفسير الواقع، استشراف المستقبل. هنا الفيلسوف هيعمل إيه؟ لا يقف مكتوف الأيدي إزاء مشكلات مجتمعه دون إيه؟ دون إصلاحها. يبقى الإجابة تغيير الواقع. توقفك عن التعلم لقلة الوقت يشبه إيقاف ساعتك على أمل تثبيت الزمن. تدعو العبارة إلى أهمية التفكير الفلسفي للفرد في تكوين فلسفة خاصة، تشكيل عقل الفرد، إعطاء معنى للحياة، غرس محبة المعرفة. هنا بيقول لك إيه؟ لما توقف التعلم لقلة الوقت يشبه إيقاف ساعتك على أمل إيه؟ تثبيت الزمن. كده بيدعو إلى إيه؟ إلى المعرفة والتعلم، اللي هي غرس محبة المعرفة، اللي هي بتقول التفكير الفلسفي لا يقف عند حدود معينة. هناك فرق شاسع بين تتغنى بمجد أجدادها وأخرى منشغلة بصناعة المجد لأحفادها. تشير العبارة لإحدى وظائف التفكير الفلسفي، وهي تفسير الواقع، استشراف المستقبل، تغيير الواقع، وصف الواقع. هنا بيقول لك إيه؟ هناك فرق شاسع بين إيه؟ بين تتغنى بمجد أجدادها وأخرى منشغلة بصناعة المجد لأحفادها، اللي هي إيه؟ استشراف المستقبل، اللي إحنا قلنا إن الزمن 3 لحظات، ماضي وحاضر ومستقبل. أهم حاجة إيه؟ المستقبل، لكي يصبح المستقبل أكثر إشراقا وتقدما. يرى الدكتور محمد الجمال أن المفكر يتميز بقدرته على الاستماع إلى الآخرين وتعديل الآراء وفقا لما يتم الحصول عليه عن الأدلة لدعم المسلمات. يعبر ذلك عن أهمية التفكير الفلسفي للإنسان من حيث أنه يشكل عقل الفرد. التنسيق بين جوانب ثقافة المجتمع يجعل للفرد قيمة خاصة، التمسك بالعادات. هنا المفكر بيتميز بإيه؟ بقدرته على الاستماع إلى الآخرين وتعديل الآراء. يبقى عنده إيه؟ تفكير ناقد، اللي هي بيشكل عقل الفرد اللي احنا قلنا عليها. يصبح الفرد قادرا على التفكير الناقد، اللي هو هيرفض الفرد الأحكام المتسرعة. تاني حاجة، يتحرر الفرد من تأثير الأحكام المسبقة. تطوير الأماكن السياحية والأثرية القديمة تتلائم مع التقدم ولجذب أكبر عدد من السائحين، كاستخدام آليات الصوت والضوء في الأهرامات والمعابد. استخلص مما سبق أهمية التفكير الفلسفي للمجتمع، والتي تتمثل في التنسيق بين جوانب المجتمع، غرس القيم الجديدة، نقد قيم غير صالحة، المحافظة على المجتمع. هنا بيطور الأماكن السياحية والأثرية القديمة. طب ليه؟ لتتلائم مع التقدم ولجذب أكبر عدد من السائحين، اللي هي التنسيق بين جوانب المجتمع، اللي هي الربط بين القيم والاتجاهات القديمة والجديدة.